غادي نمر مباشره للدكتور محمد جمال معتوق في اطار التفاعل. دكتور، بالنسبه للكلام اللي قال السي ادريس دابا حول تصوره لمظاهر الازمه، وكذلك ربط السبب بمساله الطاقه والمحروقات اساسا. اولا، واش كتفقوا مع هذا الطرح؟ ثانيا، واش اذا ما كنتوش كتفقوا معه بشكل كامل، واش عندكم تصور اخر لمظاهر الازمه اللي كيعانيوا منها المغاربه؟ وشنو هو في تقديركم السبب او الاسباب اللي وصلتنا ان اليوم نعاني من ازمات اقتصاديه اجتماعيه، ازمه حكوميه، لكن كلها تتوحد على مفهوم الازمه؟ احنا بغينا نشوف الكلام ديالكم واقف على راسنا علينا. وقف الا بغيتي، ما كاين. غير الا بغيتي غير هنا ومخبع هنا. الصوت اللي غادي لا، ما بغينا حد يتخبع، بغينا كل شيء شفنا اليوم، بغينا كل شيء سمعنا اليوم، ولكن غنحس براسي حر اكثر. وانا ماذا بينا، حنا بغيناك تكون مرتاح والكلام يكون لا ابدا، بالعكس الفضاء. نعم، الله يكثر خيرك. تفضل الدكتور جمال. واخا هكاك كنحس براسي براني. علاش؟ انا ما كنعرفش السياسه، وما عمري قريت السياسه، وما عمري درت السياسه، وما عمري احتكيت بالسياسيين. في هذا اليوم كنحس براسي بغي يعني فعلا، يعني غير صبروا معايا وما تكرهونيش. دكتور جمال، انا اللي غادي نقول. دكتور جمال، دكتور جمال، وان كان الاطار سياسي، نقاشنا اليوم نقاش مجتمعي مزيان. حنا كنهضروا بحالنا بحالك مغاربه، كنهضروا على واقعنا، وانت من الناس اللي مهتمين بالشان العام ديال المغاربه في تجليات متعدده، هذه وحده منهم. اليوم بغينا حتى حنا نسمعوا رايك وتسمع الناس اللي متبعينا. وبالمناسبه رابط هذه الندوه غادي تلقاوه في الصفحه الرسميه لحزب الحركه الشعبيه، الا بغيتوا تنشروه وتساهموا في نشر الافكار اللي غادي تطرح اليوم. فمره اخرى دكتور جمال، تفاعلا مع ما قاله السي ادريس، تصورات ولا عرفتي يا سي جمال؟ غير فتح قلبك. الله يفتح لك بيبان الخير. اذا هو فعلا، اولا انا مسرور جدا انني نكون اليوم معكم. والسي محمد اوزين تيهضر معايا بحال كنعرفو هذه 30 عام، وانا عمري هضرت معاه. واللسان عنده لوك 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 كيطير. قلت له تنصاب في التليفون. عرفتي ما عرفتش كيفاش دار لي، جابني انا اليوم السبت والحد ما كنخدمش، ما كنتحركش، ما كنخرجش، جابني لهليك الزين. اكيد المساله اللي كتعلق بالمحروقات، العلاقه السببيه واضحه ومباشره. وكانت الحكومه عندها جرأه باش تحيد الضريبه. شنو غيوقع كاع الا تحرنا من هذيك الضريبه ديال البنزين لمده سنه؟ يلا نديروا لها التقييم ديالها ونقيموها مع 100 مليار اللي عطينا ديال المخطط الاخضر وال5 مليار اللي عطينا الاعانه. شحال غادي نخسروا؟ سي ازامي، انت اللي عندك سوابق في الارقام، عندك فكره؟ عندي سوابق غير بالارقام. لا، سوابق ايجابيه. داك المحامي. غتكون عندك فكره. ما نوصلوش هاد الارقام، غنوصلوا ل 105 المليار. لا ما نوصلوش 105 المليار. انا عاد غنجي لهذا الشيء ديال الرسم وديال الضريبه وداك الشيء. إذن ما درناهاش، وكانت هذه غادي تكون عندها علاقه مباشره اولا على النفسيه ديال المواطن. اليوم اللي كنعالجوه النفسيه اكثر. علاش؟ حيت المغرب صبور، المغربي صبور، خصو كلمه طيبه، اهتمام به، الصدق في الكلام معاه، ما تعطيهش، خليه بالجوع، ما كاينش مشكل، يتضامن معاك والله تيتضامن معاك، واللي عنده يعطيه لك، واللي عنده القليل يقسمه معاك. عطيه غير الكلمه طيبه ويحس بك صادق. شنو اللي يزيد طين بله؟ هي ما فهمتش علاش اعضاء الحكومه بحكومتها عطينا بالظهر وهربا للقدام. واش هربا للور ولا هربا للقدام؟ قال لنا سيرون كسيرهم وسيرهم الى الوراء. يسيرون، قال لك زماننا كاهله واهله كما ترى، يسيرون بسيره وسيرهم الى الوراء. القرد سيد المجلس والليث جالس وراء. يعني فعوت لي وجهه الناس المواطنين. انا نبغيهم يقولوا لي ودي راه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. رحنا تقارنا، رحنا جينا في واحد الحكومه في واحد الظرفيه عالميه استثنائيه، وعندنا عامين ديال الجائحه، وعندنا وعندهم نعاونهم انا في الاسباب. وقلنا
راه الغالب الله، ولكن حنا غادي نديروا جهدنا ويبقى استرسال في التدخلات وفي التواصل وفي اللقاءات باش نوصل للمغربي الازمه اللي انا كنعيشها انا كحكومه باش يمكن لي نسير الشان العام. واحد. جوج، ملي كنطلبوا منهم يتواصلوا ناضوا يتواصلوا. لحسن الحظ ان عندنا ذاك الناطق الرسمي بالحكومه خصو يخرج من مجلس الحكومه خصو يدير ذاك البركه. انا ما فهمتش بعدا كيفاش الناطق باسم الحكومه تيخرج فرحان في ذاك خصو يخرج عرقان، خصو يخرج متحطح، كيخرج فرحان. اسئله بسيطه اون كاريس دون سونس دو بوال اللي بيني وي وي سون نومبرو وغاديين والعامزين. لا، خصو يعرق، خص الاسئله الحقيقيه وخص الاجتهاد اللي لمسوه في الصحافه باش يحرجوه بالاسئله الحقيقيه اللي كيعيش المواطن. وحنا كنبقاو غير غاديين في داك الشيء تو فا بيان والاسئله بسيطه اللي هو تيجاوب هو مرتاح. ولكن جا في اخر خرجه ديالو سيدي تواصلوا معنا قولوا لنا شنو درتوا الازمه الغلاء شنو درتوا. قال لك خرجنا بلجان محليه ودازت على 45,000 تاجر. شكون هو التاجر اللي مشينا عنده؟ مول الحانوت. واش مول الحانوت في يديه شي حاجه في هادشي هذا؟ مول الحانوت كتوصلوا ما طيشه ب 9 دراهم، علاش ما يبيعش ب 10 دراهم؟ شنو بغيتي من هاد مول الحانوت؟ واش واحد جوج ويتباهى بارقامه ويقول اننا حررنا 2200 و 2400 محضر مخالفه واتلفنا مئات الاطنان من الحلويات واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والخضروات والتوابل. هادشي هذاك ما تحررش كنا غناكلوه، كنفكرشنا هادشي. والسنوات اللي قبل والشهور اللي قبل راه كنا كناكلوه حيت ما عاد خرجوا اشتغلوا ولقاو هادشي كله. هذا عطاه باب، هذاك الناطق الرسمي بالحكومه باسم الحكومه عطاه باب لاي مواطن وقع له تسمم غذائي باش دابا يدعي الحكومه مباشره علاقه سببيه ثابته في المسؤوليه التقصيريه. لقد انا اصبت بضرر بسبب تقاعسكم وتقصيركم. ها هو الرئيس المنطوق الناطق بالرسم باسم الحكومه هو تيقولها. عاد ناضوا اشتغلوا، يعني ملي كانوا ما كيشتغلوش هادشي كله حنا كنا معرضين ليه. اذا حرت انا بعدا شخصيا حرت ملي كنطلبوا التواصل ما كاينش تواصل، سكات. وملي ينوضوا يتواصلوا يزبلوها. واش ما عندهمش مستشارين؟ إذن وصلت لواحد الاستنتاج بسيط جدا، وانا تنقول انا في قلب مني كنبكي في قلب مني، وانا فوقاش الاحزاب السياسيه ملي ما تكونش عندهم الاطر والكفاءات باش يساهموا في الحكومه فوقاش غادي يقدروا يقولوا ما عندنا ما نعطيكم حنا للحكومه. سي جمال ما عندناش اطر، شكرا ما نعطيكم، ما مفهميش حنا. الحمد لله. وكيف غادي نستدرد انا سي جمال ونرجع غير من الكلام اللي بديتي، هو ان اليوم هذا تكتل انساني مجتمعي، هذه صوره مصغره على المجتمع بعيده عن الفعل السياسي هو غايتها، ولكن اليوم النقاش كيف ما قلت لك مجتمعي. وكاينين اطر اللي سهروا على هذا العمل، وكذلك من التفتح ديال جامعه الحسن اليوسي وكذلك حزب الحركه الشعبيه والرغبه ديالها في التحاطي مع المحيط السوسيو الثقافي ديالها كتستافد وكتستمع للنبض الشارع. قبل ما تجي سيدي جمال كنا درنا واحد الميكرو تخطوار وسمعنا للناس. وكذلك انت اللي ما عمر كان عندك علاقه بالسياسه او الحزبيه ضيف عزيز ولا يكرم احد في بيته وبين اهله. التفاعل ديال القاع معك لان الكلام اللي كتقول هو اللي كنقوله، راه ما كاين فرق. السياسه هو حنا سميتنا الحركه الشعبيه وانت اليوم سميتك الدكتور جمال معتوق. لما لا غدا تكون الدكتور جمال معتوق مناضل حركي؟ لا ربما. راه ما كنقولوش شي حاجه بعيده على هذا الشيء اللي كتقول. المشكل هو هذا، المشكل هذه الحكومه مع الغلاط. لا ماشي بزاف. مع الضعاف لا لا مع الفقراء والمساكين ما عندهاش ديك لا فيبرا. قبيله قالها السعدي، قال لك خصنا وزراء يمشون في الاسواق، يمشون في الاسواق. هذا المشي في الاسواق راه يعني واحد شي حاجه كبيره، ماشي عاد غتكتشف واحد النهار يهبط لك السيد وزير الفلاحه لإن زكان في 4 الصباح وكومبارازار غيلقى تما القنوات غيصور كومبارازار فجر جماعه، فجر جماعه ماشي مشكل فيها يصليو الفجر جماعه وان شاء الله في رمضان
مواطن يصوم ولا يفطر ويقيم الليل ولا ينام، ان شاء الله غادي يبداو يطلبوا منا داك الشيء الكثير، ما كاين مشكل، حنا غنستعدوا. انا بعد عندي منين ناكل مني، ما غادي نحتاج شي حاجه كثيره. دابا الشيء اللي قال لا السي دريس، الدكتور جمال، انا غادي نرجع عندك، الله يخليك الا قدرتي غير تاخذ الميكرو واخا ما تحتاجش، ولكن سي امبورطون باش يسمع الجميع. كلام كبير اللي قال السي عدي واللي قال السي دريس، وانتقاد فيه مباشر للحكومه كمكون ولاشخاص داخل الحكومه بذواتهم باعتبار مسؤوليتهم السياسيه، والاخطر واللي في تقديرنا اليوم انه فيه مساس مباشر بالديمقراطيه كذلك هو بذواتهم وصفاتهم الاقتصاديه. والكلام اللي قال السي دريس ديال زواج السلطه والمال، التجاره والاماره، ماشي سهل. بعد عن نقط اخرى ديال حكومه لا تتواصل، حكومه صماء وعاجزه، من ابرز اسباب ارتفاع الاسعار المحروقات. ثم النقطه اللي هي من الاهميه بمكان واللي كان فيها نقاش سياسي كذلك داخل مجلس النواب، والسي دريس انتسب بصفته رئيس فريق في مجلس النواب تصدى لهذه النقطه هذه، وكان فيها نقاش دستوري من بعد الحركه الشعبيه اللي خلقته في شخص سي رئيس مجلس المنافسه ما يحضرش لمجلس النواب، وكيعتبر ان ما عندش النواب وما عندش الممثلين الشعب الحق والصلاحيه انهم يناقشوه، وهو كيعطي التقرير ديالو في الجمعيه العموميه وما كينتقلش عند ممثلي الامه. فهاد الزخم اللي هما كيعتبروه اجوبه ولكن اما دستوريه او قانونيه بعيده كل البعد عن الواقع. شنو يمكن في تعقيبكم على الكلام اللي تقال تنورونا بهذا الخصوص بخصوص هذه النقط كامله؟ واخا الا سمحتي لي بعدا باش نكمل الجواب ديال سي دريس، لان دوك هادشي اللي خصك تكو باش تهضروا، خصك فهمتيني تقرصوا باش تهضروا غير من تحت حيت الا بقات القضيه غادا غير بهكا ما يتقالش داكشي اللي خصو يتقال. خصك تقول له واش كتحمل المسؤوليه في هذا القرار هذا ديال اصلاح المقاصه. النص اللي كان خص سي دريس يقولوا هو انهم اللي قررت الحكومه ديالهم يصلحوا المقاصه ويحرروا السوق ديال المحروقات، قالوا بان الثمن ديالنا غادي يتبع النزول والهبوط ديال البرميل على المستوى العالمي. هذا كان شرط توقيفي، كان شرط جوهري ما تنفذش، وكان صمت للحكومه السابقه اللي كان فيها السي دريس. وهذا الصمت تيزيد يكمل عليه مجلس المنافسه. مجلس المنافسه كلمه جوج، انا ما عنديش اختصاص، راجع اللور. هذاك مجلس المنافسه ولا ذاك الهيئه ديال مناهضه الرشوه ما عرفتش كيديروا كاع فلوس اللي كتصرف، ما عرفتش والله، ما عرفتش على شي تيتخلصوا اللي مازال محروقات القيامه نايضه، ومجلس المنافسه يقول لك ما عنديش اختصاص. كان يمشي يشمشم بعينين مغمضين في النصوص القانونيه ديالو غير خليني يدخل. الادخار قهرنا، علاش هذا الغلاء وصلنا له؟ راه بالادخار، راه بالاحتكار اللي هي جريمه كيعاقب عليها القانون، واللي كيعطي الحق النصوص القانونيه لمجلس المنافسه باش يتدخل ويحرك الدعوه العموميه ويسحلها على وكيل الملك ويقول لك انا ما عنديش اختصاص. اذا هنا نعين السي دريس يقول لي علاش في ذاك الوقت ما وقفوش يقولوا لهم خصنا يشتغلوا. كتعرفوا بان عندنا حنا تحرير الاسواق كلها، ياك معنا الان الاثمنه عندنا حره، عندنا المحروقات نفس الثمن والسوق حر. فين الحريه؟ وهما كيتفقوا. شركه التامين سوق حر وهما كلهم بحال الاثمنه بحال البنوك سوق حر وكل شيء نفس ما مشيتي كلوناج. لا واش هاد السياسه ديال واش حنا عندنا قال الحسن الثاني الله يرحمه، on a dépassé un peu le degré tolérable et légitime de la schizophrénie. On est démesurément schizophrène. تعدينا الخياس ديال الحماق. ما يمكنش. واش il faut être aveugle pour ne pas voir. هادشي اللي كاين لمجلس المنافسه جالس ما كيدير حتى شي حاجه، وهادشي كله واقع. ما يمكنش. قلتي لي اخر زواج السلطه والمال، هذا هو لو طابو اللي ما كيهضر عليه حد. كاين شي واحد يهضر على صاحب الملك؟ لا، كنهضر انا على الساحه العموميه. خص في التلفازات تقال، خص في الاذاعات تقالوا، خص الندوات الوطنيه والمناظرات الوطنيه تقال، حيت هذا هو الفساد. هو هذا ما يمكنش. حاله التنافي ما بين السلطه وما بين المال ما يمكنش. ولكن حيت كاين بزاف اللي معنيين داكشي باش كلشي ساكت. راه داكشي باش نقول لكم راه ما يمكنناش. السكيزوفريني ديالنا راه شويه
خصنا نخرجوا من. وانا نقول لكم ما تواخذونيش، راه السياسه ما عنديش معها. لا غادي نكمل معاك. أنا نكمل معاك دي جمال. يمكن في التشخيص وحتى المساله، حتى المؤشرات ديال الفساد، راه المغرب يعني الترتيب ديالو على المستوى الدولي راه غادي تينخفض حتى في المواد. شنو تينخفض، تيتراجع. او لا تيتراجع لا، ولكن حنا الحمد لله تقدمنا في كره القدم. في اطار سكيزوفرينيا. لا، في ما كره كاين القدم مشكل. الحمد لله احنا 11 في لا العالم. كتبقى وفي التنميه والاخلاق والفساد 123. ولكن باش نعالجوا هذا الشيء ما كيكفيش. باش نعالجوا هذا الشيء ما كيكفاش غير التشخيص. التشخيص حنا اليوم متفقين على الوضع وتكلمنا عليه كاملين بحرقه، وانا عندي اليقين ان فتحنا المجال للقاع، راه كل وحده وكل واحد فينا هنا غادي يحكي قصص وحكايا على مظاهر بمنطقه. ملي هاد كلشي بلاد. كيهضر بحرقه يقول لي بمنطق. بلاتي في هذه البلاد كلشي كيهضر بحرقه على بلادو. واش شكون اللي كذاب؟ انتقوا في اللي كيقول الحق، انتقوا في اللي كلهم كيهضر من كيقولوا قلبه. الحق. لا هو ما يمكنش، راه ما يمكنش، حيت كاين اللي ما كيقولش الحق. واخا كلهم كيهضروا من قلبهم. لا، وكاين اللي ساكت عن الحق محروقين. شيطان اخرس، وكاين المحروقات. كاين المحروقين كاين المحروقين وكاين المحروقات. حنا اليوم المحروقين كنهضروا على المحروقات اللي هي حرقتنا، وكنهضروا على سعر الاسعار، لان لكل قول حقيقه. القول يقدر يكون جميل ومنمق، وإلا ما كانش صريح حتى واحد ما غيصدقوا، وما كيظهرليش الكلام اللي تقال اليوم ما غيصدقوش الناس، انه مبني على واقع، مبني على مؤشرات، مبني على معطيات، ومبني على حرقه. والدليل هو الناس اللي مسؤولين واللي كنواجههم بهذا الخطاب، الجواب ديالهم راه قلتو قبيله. كاين شيء. فغادي نكمل معاك قبل ما نرجع للدكتور عبد السباعي فيما يخص الشق ديال الحلول. انا عارف لما غادي نرجع للاستاذ السباعي والسي اليزامي بصفتهم السياسيه وبصفتهم الحزبيه وبعملهم من داخل المؤسسات التشريعيه، غادي يقدروا يسردوا لنا واحد العدد ديال الاجراءات اللي دارت من منظور كل واحد فيهم. ولكن اللي كيهمني اليوم، لان كنشوفوا فيك استاذ جمال والدعوه ديالك لهذه الندوه ما كانش عرضيه، بالعكس انا كنتقاسموا معاك اعداد من الكلام اللي كتقولوا، وداك الشيء اللي قلتيه انت اليوم كن على يقين ان كل وحده وكل واحد فينا اليوم كيقولوا، يمكن كيقولوا بطريقته، ولكن راه كلنا ندندن حولها، ما كنختلفوا عليك في حتى حاجه. وبالنسبه للبطاقه يمكن لك تشوف مع السيد المدير العام السي سعيد بن معنان في الاداره ويعطيك البطاقه ومرحبا بك ان شاء الله، والله ما مختلفين عليك بالله. اللي بغيت نقول دابا، انت كمتتبع للشان العام سون اتيكيت، بدون اي انتماء حزبي، انتمائك يمكننا نقولوا انتماء للوطن بشكل صرف وغير مشروط وغير مقيد، خلاف الحكومه والاعضاء ديالها اللي كيعتبروا ان ما عندهم علاقه بالشعب، جايبهم رئيس الحكومه كيتعاملوا مع معامله الرئيس، خصهم يحوزوا رضا الرئيس، كيهضروا غير معاه هو، ما كيهضروش مع الناس اللي مسؤولين سياسيا قدامهم. شنو يمكن لك تقول لنا في تصورك لحلول ملموسه؟ شنو اللي خصو يدار طوطو نيفو سيستيميك على المستوى الكبير الاستراتيجي او على مستوى التفصيل؟ لانه عندك لقاءات بالناس وكتسمع من كل شيء وكتجمع عندك معطيات. شارك معنا اخاي هذا الشيء، هذه هي بلاصتو. الله يعطيك الخير. لا انتم خريجين مدرسه سي محمد راه خدام سنوات وخدام لا بيبينيير. انت شي دابا المزايدات، احنا غادا كلنا وطنيين الحمد لله، كلنا كاينش. انا في رايي يمكن اول اجراء او تدبير استعجالي اللي تخصو يتخذ هو تعديل حكومي. اول حاجه، لان قال لك كوم ديز لي فرونسي il ne faut pas tuer le poisson mais il faut assécher le marais. on ne peut pas s'amuser à tuer un poisson. سمحوا لي خرجوا لي شي حاجه، كناخذ الاذن عاد كنهضر بالفرنسيه. مع الفرنسيه ما عندي واحد العقده ديال الاستعمار، ما بغيتش كاع نهضر بالفرنسيه، ولكن بعض الاحيان كتلقى راسنا الاستعمار دخلنا في الدم ديالنا، يعني كيخرج داك الشيء بلا، يعني خص لازم واحد التعديل حكومي. parce qu'il faut peut-être attaquer il y a une approche psychologique qui est urgente pour avoir la paix sociale. parce que انا الشيء اللي وقع في المغرب تيخلعني علاش؟ حيت الا ما قامتش المعارضه بالدور ديالها، المعارضه المؤسساتيه المؤطره، الشارع غيدير المعارضه. وتخيلوا معايا 45 ولا 50% اميين غيديروا معارضه، كي غتكون المعارضه في الشوارع؟ يعني سي لو كاو، غادي نعيشوا لو كاو، وما عندناش القوه باش نهزوا راسنا من بعد هذه الجائحه اللي عشنا. راه كلشي، راه داكشي اللي كان غليظ كله تكل، ما عندناش.
قال له هذاك المثال الشعبي اللي المغربي ديالنا، قال له كحز، قال له دار الحمار قصير، ما عنديش فين نكحز. هادو باش تعرفوها جوج راكبين على حمار بجوج، لا واحد ركب لا قدام ولا اخر اللور، وهذاك اللي اللور تيقول لاخر كحز، تيقول له ظهر الحمار قصير فين نكحز، كحز غادي نطيح، ما عنديش فين نكحز. راه هكا الثروات ديالنا استنزفت، ما بقى لناش فين. يا بلو دو غريس و اون بو بويزي بور بوفوار جيري دي سيتواسيون دو كريز، ما كاينش. اذا خص المعارضه خصها تكون شرسه، ويحسوا المواطنين بانهم تيقوموا بالدور ديالهم، باش يمكن لهم الشعب يمكن له يرجع للور ويخلي المعارضه دير خدمتها. حيت الا دارت الامور بطريقه يعني فيها الترشيد، فيها العقلانه، فيها المسؤوليه، فيها الحزم، فيها الرصانه، غتكون ايضا الفعاليه، وغادي نوصلوا لنتائج وغنجتازوا هذه الازمه. لان هذا الهاجس ديالنا كلنا هو السلم الاجتماعي. خاص المغرب ديالنا كيف الناس كيشوفوه فينا. انا تيبقى فيا الحال ملي كنلقى راسي كنهضر وكننتقد الحكومه، وكيجيو بعض الجيران سامحهم الله ويستغلوا ذاك الكلام ويقول لك هالمراركه كيموتوا بالجوع. لا، حنا عندنا مطيشه ب 10 دراهم ولكن ما كنموتوش بالجوع. غتمشي للسوق تلقى عامره لك مطيشه، ما عندناش الجوع. اللي عندنا سوء التدبير، ما عندناش الجوع، عندنا الخير في البلاد. حتى نموتوا تموت هذه البلاد كلها وغيبقى عندنا الخير، لان عندنا هذا ديال طبيعه الارض ديالنا. اذا من بعد التحديد الحكومي، الدور الثاني هو الدور ديال المعارضه، وخص المعارضه تكون كيف قلت شرسه. والحاجه الثالثه كيخص كتدبير استعجالي ايضا نعطيو الاولويه للمواطن المغربي. حنا دابا اليوم كنديروا اتفاقيات دوليه. On est en train de faire la danse du ventre aux étrangers. On veut leur plaire. Mais on ne peut plus se permettre ce statut de vouloir plaire. حنا زوينين، ما بقيناش باغيين شي واحد نقولوا له حنا زوينين. حنا عرفنا راسنا زوينين، بلادنا بصح زوينه، وفرضنا راسنا في العالم. ما بقيتش انا جو ني بلو دو فيغ لا دونس دو فونتر. خمس نبقى نسطح انا الاوروبيين دول بؤساء. اذا خصني نفرض الوجود ديالي. وملي كنت ندير الاتفاقيات ما نعطيهمش ذاك الامتيازات اللي كانوا كيتمتعوا بها هذه 50 و60 و70 عام. اليوم المواطن المغربي هو الاول عندي اولويه. ملي غندير اتفاقيه مع فرنسا ولا مع اسبانيا ولا مع الاتحاد الاوروبي ولا اي دوله من الدول، خصني نكون حاط بين عينيا مصلحه البلد والمواطن، ماشي داك المصلحه المزيفه ديال هادشي راه كنديروا حنا من اجل البلاد. ولكن مصلحه البلاد فوقاش؟ من دابا 60 70 عام. انا اليوم بغيت السلم الاجتماعي، بغيت بلادي تكون المواطن يكون شبعان ومرتاح. هذا الشيء دابا راه غير مؤقت، مطيشه بطاطا، راه غادي نعالجوا المشكل مطيشه وبطاطا. ولكن مازال عندنا المشاكل القائمه اللي هي ديال السكن، اللي هي ديال التعليم، اللي هي ديال الصحه، اللي هي ديال العدل. انا راه ما عمري شفت في حياتي كيف عمري ما شفت في حياتي. انا كنحترم الحكومه، وراه قلتها لهم، قلت لهم انا كنحبكم، واخا المغاربه داروا فيا قالوا انت كتحبهم، حنا ما كنحبوهمش. والله الا قالوا هذه. انا كنحترمهم حيت هما مؤسسه، وانا رجل قانون، وكنحترم المؤسسات ديال البلاد، وكنطلب من المواطنين ما يسبوهمش، ما يقلوش عليهم الادب. انا كنتسائل علاش المسؤول كيسمح لنفسه واش ما عندهمش النفس. قولوا لي انتم اللي سياسيين وكنتم في مناصب المسؤوليه، كيفاش تقبلوا المواطن يقول لك انت فاسد؟ الشفار الفاسد كلهم شفاره كلهم. علاش ما ندعيش؟ علاش ما نديرش المعاينه ونثبت عليه السب والقذف والاهانه اللي كيدير لي وندعيه باش نربيه؟ علاش كنقبلوا على راسنا حنا كمسؤولين نتسبوا؟ علاش؟ شوفوا المواقع الاجتماعيه كلها ولا شي واحد تيقول كلمه ايجابيه في حق الحكومه. كيفاش الحكومه كتقبل على راسها بحال هذا الشيء هذا؟ ما يمكنش نستمروا بشي امور بحال هكا. وكاين واحد القنبله اللي هي جايه. غير الا سمحتوا الله يخليكم، شي دعوه ولا شي حاجه راه نقدر انا نتكلف بها، ما كاين مشكل مع الدكتور جمال. هي واحد الحلم اللي شفناه كيتحقق طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى والتوجيهات ديال صاحب الجلاله. بعدا ملي كنقول التوجيهات ديال صاحب الجلاله ماشي حيت الاذاعه شاعله ولا راني في حزب، انا ملكي كنحماق على الملك ديالي. وهذه المساله ما اختاريتهاش ولا مقتنع بها، كنحبو هكاك. لقيت راسي
هكاك. يعني تربيت عليها با دخل فيها هادشي هذا، با دخل فيها هادشي. اذا حنا ماشي جمهوريه رئيس كنتخبوا ونبقاو ننتقدوا فيها، هذاك راه ملك. اذا ما داك المزايدات ديال الملك وداك الشيء حيدوها. الملك ما كنهضروش عليه. مي القنبله شنو هي؟ هو المشروع الملكي ديال تعميم الحمايه الاجتماعيه. واش تعرف بان هذا حلم؟ واش كتعرف بان هذا الحلم غادي نعيشوه غير واحد الشهور وغادي نفيقوا غادي نلقاو راسنا قدام واحد القنبله. انا بعت هذا الحلم هذا، عرفتي شحال بعت فيه للمواطنين، والمواطنين كيسمعوا لي كيثيقوا بيا، وانا صادق وانا كنتكلم معاهم كنقول لهم هذا الحلم الا مشى تتحقق ولا مولناه ونجحنا في التمويل ديالو راه حنا ميريكان ما توصلناش. ميريكان غتغير منا الا نجحنا في هذا المشروع هذا، والله ما عندها. اللي يمكن نحسدوه على هذا المشروع هو فرنسا، ولكن امريكا ما عندهاش. هو التمويل ديال التعميم الحمايه الاجتماعيه. واش عارفين شنو واقع؟ الحكومه جمعت بعضياتها، جمعت مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واجتمعوا طبعا اجتماعات ماراثونيه، كاين اشتغلوا وقرروا باش يقولوا هذوك الناس اللي عندهم بطاقات الرميد. اسمح لي الا خرجت الله يكثر خيرك من غير ما كاين مشكل، هذا راه ما كاين مشكل. الله يجازيك بخير. حنا عندنا الوقت الكافي لمناقشه هذا الموضوع. الله يكثر خيرك. اللي كانت عنده بطاقه الرميد وساريه المفعول غادي يدوز مباشره يستافد من الخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبدون اداء الاشتراك بالمجان. مزيان. ولكن الاخرين قرروا هما بناء على معايير عندهم، كاين معايير اللي هي جديه وكاين معايير اللي هي وهميه، انهم كل واحد يديروه في واحد الفئه. هذا ردوه فلاح، هذا ردوه صنايعي، هذا ردوه مهنه حره، والسيد كيموت بالجوع ما خدام حتى حاجه، ما خدام والو. انا كنخدم اعوذ بالله من قولة انا هذيك الاذاعه هذه 13 عام وانا كندير برنامج لا في التلفازه ولا في الاذاعه. عندي ميزان الحراره ديال المجتمع المغربي، كيعيطوا لي من ورزازات ومن القويره ومن الداخله ومن طنجه، كنحس وكنسمع. تيعيط لك تيقول لك انا غادي نخلص 154 درهم، ما عنديش ما ناكل. قال لك اسيدي خصني نخلص 154 درهم في الشهر وما عندوش باش يخلص. مي دون لا بودجيتيزاسيون في الميزانيه هذا المشروع مبني على هذا الشيء، ولكن غادي نجي للحقيقه غنلقى لو بيي دارجيل sur lequel on a battu un statut ولا une statue ديال مونستر اللي هو هذا الحلم اللي كنحلموا به. فلهذا يمكن اول خطره كنهضر في هذا المشروع هذا، في هذا الموضوع وهذه القنبله اللي كتنتظرنا، واللي تيخص ايضا المعارضه حتى هي دير الدور ديالها وتثير الانتباه ديال المسؤولين هذا الموضوع. كانك الدكتور جمال كنت معنا في الدوره الاولى ديال المجلس الوطني للحزب في هذه الولايه هذه، وراه قالها السيد الامين العام على رؤوس الاشهاد غير ما مره ويمكن بنفس التفصيل. ف مرحبا به. ولما لا السي ادريس، حتى انت مرحبا بك. راك عرفتي العلاقه الحركه الشعبيه والعداله والتنميه من مشكاة واحده كهاتين. واللي بغيت نطمئنك تنتكلموا على الاعضاء الجدد، ما تبقاش تتكلم على القدامى. هذا هو والجديد ليه جده والقديم لا تفرط فيه. ونحب نطمئنك الدكتور جمال ان هنايا، ونزيد نطمئنك ان هاد الناس هادو الحركه الشعبيه وغيرها حق فيهم القول دي ميليتيرون سيفيل، جنود فيزيين مدني. مساله ديال التوابل نهائيا ما يمكنش نتلاعبوا بها. والخطاب ديالنا دائما كان وكأكد عليها السي وزين غير ممر، صراعنا اليوم نقاشنا اليوم ابدا لم ولن يكون على المؤسسات، سيكون من داخل المؤسسات. ثوابت لا تمس. السؤال ديالك اللي هو مهم ومنه غادي ننتقل للدكتور عدي، المعارضه الدكتور عدي هي لو ديغني غومبار، هي اخر حاجز ما بين طمأنة الناس، لان اليوم هي غتولى الدور المعارضه